السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنىكم كاملين ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم البسيطه، قناه فاطمه الزهراء جوهره. كيف ما كتشوفوا البنات غادي نصوبوا ملويات معمرين بالشحمه اولا المسمن بالشحمه والبصله. مرحبا بخوتي خواتاتي، ندوزو ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديال هاد الملاوي. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا كيف ما كتشوفوا البنات عندي واحد جوج ديال الحبات ديال فلفله خضراء، هانتوما كتشوفوا يعني غير جوج حبات صغارين، ما درتش كتر. يعني اللي بغى يضاعف يعني الكميه يضاعف، انا يعني تكافيت غير بهذا الشيء هذا. هنا تقريبا عندي واحد جوج ديال الحبات كبارين. المهم ديروا البصله البنات نتوما عينكم ميزانكم. البصله الا بغيتوا تعمروهم بالبصله يعني ملي داك البصله وداك الفلفله ملي كتنزل راها ما كتولي غير قليله. يعني الا بغيتو ديروا قياس كبير ديروه. انا يعني ما كياكلوها ليش الدراري بزاف، تشهيت يعني هاد المسمنات اولا الملوي معمر بالشحمه والبصله درت غير شويه، والوليدات الاخرين درت ليهم عاوتاني مسمن خاوي هكاك ناشف. كيف ما كتشوفوا راني قطعت البنات البصله، قطعت فلفله. انا كنقطع ديك الشحمه كيف ما كتشوفوا، الشحمه عندي غير شويه. المهم كنبعدوها البنات على الشحوم وعلى اليدام وعلى راكم كتعرفوا هادشي كيضر بالصحه، ولكن مره ماشي مشكل، ما فيها باس. كيف ما كتشاهدوا البنات كلشي درتو في الهاشوار وقطعته. هنا كيف ما كتشوفوا ديك الشحمه حتى هي راني قطعتها. والبنات سمحوا لي شحال هذه ما حطيت معكم حتى شي فيديو هكا ديال الطبخه ولا ديال شي حاجه. راني اختكم من هنا البنات راني كنعزي المغرب كامل في خوتنا اللي ماتوا الله يرحمهم في الزنزال، واللي اللي مازال مريض الله يشافيه، حيت راه واحد الصدمه صراحه الله دازت علينا. من هذا المنبر كنقول لهم الله يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين، ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. نكملوا البنات الطريقه ديال كيف ما كتشوفوا راني كنزل في ديك البصيله وديك الفلفله فوق البوطه. هنا غادي نزيد ديك الشحمه كيف ما كتشوفوا. صافي هي كتبدا تنزل ديك الفلفله والبصله. صافي غادي نضيف دابا التوابل ان شاء الله. هنا عندنا البابريكا او فلفله حمراء حلوه كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيد البنات رويز المعلقه ديال الشطه او فلفله السودانيه الحاره كيف ما كتشوفوا. اللي بغى يضيفها يعني كتجي مبنه وعاطينا واحد اللذه ديال الحروره لهذا المسمن. اللي ما بغاهاش يدير في عوضها شويش ديال الابزار حتى هو زوين كيجي يعني مبنن هاد الوصفه هذه. وهنا ان شاء الله غادي نخلط كل شيء، وغادي نخلي ديك البصيله تنزل مع تندمج مع داك الشحمه ومع العطريه اللي ضفنا. وان شاء الله غادي نخليوها تبرد في جنيب، وغادي ندوزو ان شاء الله نعجنوا العجينه. كيف ما كتعرفوا يعني عجينه المسمن اولا الملوي راها باينه وكلشي كيعرفها. هنا كيف ما كتشوفوا البنات غادي نزيدوا واحد شويه ديال الربيع. كيف ما كتشاهدوا عندي المعدنوس بوحديتو طري تقريبا شي 2 معالق كبارين. مجرد ما كتذوب داك الشحمه اللي رحنا ضفنا صافي كيندمج كلشي الخليط كامل وكطيب. هذا القوام هذا كيطيب صافي كتكون واجده عندنا. كنخليوها تبرد واحد شويه ضروري باش ما كتقطعناش داك العجينه ديالنا. وان شاء الله غادي نخليوها تبرد وندوزو نشوفوا طريقه العجينه ديال المسمن. يعني طريقه العجينه اللي هي عاديه. هنا عندي زلافه ديال الدقيق الفينو كيف ما كتشوفوا، وهنا جوج ديال الزلايف ديال الدقيق الناعم الدقيق الابيض. غادي نضيف زلافه الاولى والثانيه، يعني درت تقريبا 3 زلايف بالمجموع. ما وزنش البنات، انا كندير دائما مقدار هكا ديال الملوي او المسمن او الخبز، ما كنديرش بالميزان يعني كندير غير هكاك. وهنا كيف ما كتشوفوا راني ضفت واحد الخماره وضفت شويه د الملحه، وغادي نعجن العجينه ديالي بالماء بارد عادي ماشي بارد يعني من الثلاجه، بارد يعني الروبيني او ماء الصنبور.
وصافي غادي نجمع العجينه ديالنا ان شاء الله بطريقه اللي هي عاديه كيف ما كتشوفوا. غادي نجمعها، غندلكها غير واحد شويه، ما غاديش ندلكها بزاف، وغادي ندير لها شويه الزيت، نخليها في بلاستيكه، وان شاء الله ديك الساعات ندوز باش نكورها. يعني كيف ما كتعرفوا العجينه ديال المسمن عادي ولا ديال الملوي هي ديك خماره البنات. علاش ضفتها؟ حيت غادي ندير هذا الملوي هذا في الفران ضروري باش كتجي ديك مهشه. داك الملوي في الفران ضروري خصو شي شويه ديال الخماره، يعني خماره حمراء. هنا كيف ما كتشوفوا البنات العجينه ديالي كيف ما كتجي، شوفوا تبارك الله كي كتجي طالقه راسها، يعني ما كنديروها في ديك البلاستيكه كتجي عجينه ممتازه. هنا البنات راني بديت كنخدم انا، يعني بديت نشكل داك الكرات، بديت نصوب في اللاطه. كيف ما كتشاهدوا البنات راني مسرعه شويه الفيديو باش ما يجيش طويل، حيت ضروري اي حاجه فيها العجينه او المسمن او شي حاجه هكا ديال الكوزينه هي كتشد الوقت. ضروري كنسرعوا الفيديو باش كيجي شويه خفيف ما يجيش ثقيل. وان شاء الله كنتمنىكم البنات تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف اللي كتشاهدوا الفيديوهات، وكنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين وشكرا لكم. وان شاء الله دوم هاد المبادره منكم ان شاء الله. بالنسبه للقنوات ديال الناس ديال اللي كيديروا الطبخ، صراحه الله حنا كنتعبوا بزاف، ما عينك تصوري، ما عينك تدي ولادك للمدرسه، ما عينك تمشي تجيبي الادوات لوليداتك، ما عينك تمونطي. اللي عنده وليداتو كيمونطيوه له الله يخليهم له، ولكن اللي ما عندوش راه كيلقى واحد الصعوبه. هنا البنات راني دخلتهم للفران، خرجتهم كيف ما كتشوفوا كيجيو مسمن اللي هو مقرمل وغزال يعني واحد الملوي اللي هو كيجي ممتازه البنات. كنتمنىكم تجربوه. علاش قلت لكم خماره ضيفوها البنات؟ حيت باش كتجي شي شويه عطيانه داك يعني المنفوخيه ديال المسمن او الملوي، باش ما كيجيش يعني لاصق في اللاطه الا ما درنالوش ديك خماره. وهنا كنوصل معكم لنهايه الفيديو البنات. كنتمنىكم تجربوا هذا المسمن هذا، يعني راه معروف عند المغاربه كاملين. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على الفرجه، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر، ونقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي عليكم البنات.